السلام عليكم. معاكم سلوى محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الجلاش بالجبنه بطريقه اقتصاديه ومقادير موجوده في كل بيت. الجلاش بتاعنا طري من جوه وكريسبي من بره. لو عندك حته جبنه بيضه في التلاجة او حته جبنه فيتا او حته جبنه قريش وعندك لف الجلاش، ما تتردديش لحظه واحده انك تطلعيها وتعملي وجبه فطار لاولادك او وجبه عشاء، او برضك تحطيها او يكون تحطيها في اللانش بوكس لاولادك. الفطير بتاعنا غني واقتصادي. قبل ما نبتدي هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. زي ما اتفقنا المقادير بتاعتنا بسيطه وسهله. لف الجلاش اهي زي ما انتم شايفين، افضل اجيبها من الفطاطري وممكن من اي مكان قريب مني. تمام. وعندنا بقى ايه؟ معلقتين جبنه بيضه، بقدونس متقطعه، الزيتون اللي احنا مخلينهم بعض نقطعه قطع صغيره، فلفل الوان، فلفل اخضر، قشطه وش اللبن، بيضه، كوبايه لبن صغيره، شويه زيت. هنجيب معلقتين الجبنه ونحط عليهم معلقه زعتر كبيره ومعلقه سمسم. انا عايزه الفطيره بتاعتي تبقى غنيه. وثلاث معالق قشطه كده كبار، او لو ما عندكيش قشطه بلدي وعايزه تحطي قشطه هتحطي نص علبه من العلب الجاهزه. واحط كام معلقه لبن كده وعشان الجبنه بتاعتي تبقى ايه انسيابيه لما افردها على الجلاش. تمام. يبقى انا كده الطبق ده غني جدا فيه كل حاجه. حتى السمسم اللي احنا بنحطه ده فيه املاح معدنيه وحاجات رافعه للمناعه، مواد مضاده للاكسده، يعني فطيره هتبقى غنيه. لفه الجلاشه اغطيها عشان ما تنشفش، واخد ورقتين. ادي صينيه مقاس 30، وعايزه تستخدمي صينيه اصغر براحتك. الورق ايه على قد الصينيه دي، ورقتين. مش هاخد ورقه، يعني هي الموضوع ما يستاهلش ان انا اخد ورقه. يعني ورقتين وادهن. تمام. ادهنها كويس بالزيت، ما فيش داعي ان انا احط سمنه عشان ما تبقاش تقيله، وخصوصا لو استخدمتها في وجبه عشاء. واخلي زياده الورقه من ناحيتين من الجنبين. تمام. وادهن بردك الورقه ادهنها كويس، ورقتين مع بعض. احط 4 ورقات دبل اهو. وادي الورقتين دول رقم 3، وهدهنهم بردك واظبطهم واخلي من الجناب كده من الناحيه دي ومن الناحيه دي. وبعد كده اخر ورقه بقى اروح حطاها. تمام. وبنفس الطريقه هدهنها. وبعد كده بقى اجيب الحشو اللي انا مجهزاه. الجبنه بتاعتي اهي. لو عايزه تحطي اي حاجه اضافيه عندك تاني حطي، بس هي فطيره اقتصاديه وطعمها حلو، والزعتر هيديها طعم خطير وهيخليها في حته تانية خالص. تمام. اهي دينا الجبنه مع القشطه مع الزعتر مع السمسم، ونحط الخضره اللي عندنا. شفتوا ما شاء الله، فلفل الوان، يعني حاجات زيتون. الخضره فيها كلها مواد كلها رافعه من فيتامين سي ومواد مضاده للاكسده، يعني فطيره غنيه ما شاء الله. بقدونس، ايه الجمال ده ما شاء الله. اهو كنز. بصوا كل الحاجات اللي حاطينها جوه الفطيره، فطيره اقتصاديه وغنيه. ازاي دي؟ معرفش، الله قدرة ربنا. وهنحط بقى ايه، نروح حاطين غطينا من الجنبين بقى الخضره من ناحيتين، الحشو اللي هي زياده الجلاش بتاع الزياده من ناحيتين. وبعد كده احط الورق عليهم دي، اغطيهم كده بيهم وادهنها بالزيت. واجيب بقى تاني ورقه بردك ادهنها بالزيت، تاني ورقتين، يعني بحط ورقتين وادهن بالزيت. ما بتاخدش وقت خالص، طعمها تحفه، ولما استوت ريحتها تحفه عشان الزعتر. هي دي اهو. اخر ورقتين بقى دول هنتنيهم لجوه، ومن الناحيه التانيه هتني لجوه اهو. تمام. واظبط وادهن بالزيت. هي الصينيه كلها ما تاخدش نص كوبايه زيت، ولا بقلي ولا اتعب نفسي. اخر بقى ورقتين عندنا يبقى 4 تحت و4 فوق. واروح بردك تانياهم الجنبين عشان اظبط شكل الصينيه كده، خليه مهندم وحلو. وادي هنا بردك بالزيت. خلاص كده، اللهم صل وبارك. تمام. اقطعها بقى. انا قطعتها بالطول على 3 وبالعرض على 5. لو عايزه القطع اصغر من كده
قطعيها 4 في 5 تبقى 20، دي هيطلع 15 قطعة. بس القطعة ما شاء الله مشبعة، اللي ياخد 3 قطع هيتعشى بإذن الله. اهي ما شاء الله. اجيب بقى ايه كده تمام، اجيب بقى اللي انا الحاجات اللي هسقي بيها الرقاق بتاعي او جلاش سوري. بيضايه ورشه زعتر ورشه فلفل اسود ورشه ملح، تمام. وهم احط رشه ايه دي رشه الفلفل الاسود ورشه الملح، واضربهم بالمضرب كويس اهو. حطيت رشه الملح كنت نسيتها. واحط بقى كوبايه لبن صغيره ونص كوبايه كبيره، هي يعني. واسقي بقى، وبعد ما اسقيها ايه اسيبها تتشرب. منساش بقى انا اشغل الفرن على درجه 200 درجه مئويه، وارش بقى حبه البركه اللي ايه اللي هتزود بتاع الفطيره بتاعتنا دي ولا الجلاش بتاعنا، بيبقى غني انها بترفع المناعه. وارشها وازوق بقى الصينيه بتاعتي، واحطها بقى زي ما حطيتها في الفرن على درجه 200 درجه مئويه، بعد ما اسخن الفرن طبعا لمده 10 دقايق عشان احنا في الشتاء. ولو احتاجت الشوايه اديها وش بالشوايه، بس اخد بالي عشان ما تحرقش مني، تمام. ما شاء الله سلكتها بقى بالسكينه عشان احنا مقطعينها من الاول، وابتدي بقى احطها في الطبق بتاعي. اللهم صل وبارك. بقول لك الثلاث قطع بيعشوكي ما شاء الله. اللهم بارك. الف هنا والشفا اصحكم ولولادكم. هو يا حبايبي لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش اهم حاجه في الدعوه الحلوه واللايك الجميل بتاعكم عشان القناه بتاعتنا تستمر وتنجح، وتشيروه لحبايبكم واصحابكم عشان يعملوا الجلاش لاولادهم. وما تنسوش تدوسوا على زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. وبحبكم في الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.